كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. هعلمكم النهاردة طريقة عمل بيض الصوبيا. اول حاجة معانا كوباية لبن بودرة، هضيف عليها كوباية سكر مطحون بالشكل ده كده. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية كريم شانتيه بالشكل ده كده. احط عليهم بقى نص كوباية جوز هند مطحون ناعم. انا طحنتهم في مطحنة التوابل، ما تحطهمش زي ما هما كده عشان ما يبوظوش الوصفة. بعد كده هحط معلقة فانيليا بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ ان انا اقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، واجيب برطمان مكتوب عليه صوبيا، هحط الصوبيا كلها فيه بالشكل ده كده. بعد كده اصبح البرطمان ده جاهز، هبدأ ان انا اروقه كويس واحطه في الفريزر او في التلاجة كده. بقى اصبح معانا صوبيا جاهزة اقدر اعملها في اي وقت. بعد كده احط معلقتين صوبيا واحطها في الخلاط، واحط عليهم كوباية لبن، كمان كوباية لبن، واضيف عليهم كوباية مية. بعد كده هقفل الخلاط وابدأ ان انا اضرب المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. ده بقى شكل الصوبيا بعد ما ضربتها في الخلاط. هبدأ بقى ان انا اصبها في الشفشق ده بالشكل ده كده. هصبها في الكوباية بقى وهدوق. دي بقى شكل الصوبيا بتاعتنا، وبجد بجد طعمها كان تحفة جدا جدا جدا. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب.